السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا تكونوا في احسن حال. كتير مننا بنبقى عايزين ندخل المطبخ نعمل اكله سريعه ونطلع على طول. لو انتوا بتحبوا وصفات الباستا اعملوا الطريقه ديت وان شاء الله هتعجبك. غدا سهل وسريع جدا ومش هيحتاج مننا اي وقت، 10 دقايق وهتكون جاهزه معانا. قبل ما نبدا الفيديو، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفه جديده. يلا بينا نبدا على طول. هنا بقى اول حاجة هنعملها وهي هنسلق المكرونة. هنا معايا حلة على النار وضفت معلقة كبيرة من الملح ونزلت بالمكرونة. معايا هنا 300 جرام، تقدري تزودي الكمية تقلليها حسب راحتك وحسب عدد افراد اسرتك. هسلق المكرونة لمدة 6 دقايق على النار. هنا بقى الخطوة التانية، معايا طاسة وهنزل بمكعب من الزبدة وشوية من الزيت. وهنا معايا بصلاية صغيرة مفرومة، هبتدي ان انا اشوحها. وهنا معايا فصين من الثوم المفروم، هشوحه مع البصل. هنا اول ما الثوم ريحته طلعت معايا، هنا معايا 250 جرام مقطعه قطع بانيه شرايح رفيعه. تقدري برضو تزودي الكميه تقلليها حسب راحتك، يعني طبعا انا هنا مستخدمه ربع كيلو من الفراخ البانيه. هبتدي ان انا اشوحه مع البصل والثوم. وضروري يا جماعه تكون النار عاليه عشان الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها. بعد كده بقى هنضيف التوابل. هنا معايا ربع معلقه صغيره من الزعتر، ربع معلقه صغيره من الريحان، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ربع معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه كبيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الملح. وهقلب التوابل مع الفراخ. هنا بقى معايا فلفل الوان، لو مش متوفر عندك وعندك فلفل اخضر بس مفيش مشكله ممكن تضيفيه. هنقلب الفلفل مع الفراخ. وهنا معايا كوباية من كريمة الخفق. لو مش متوفر عندك كريمة تقدري تجيبي نص كوباية من الحليب على نص كوباية من القشطة وتقلبيهم كويس وتضيفيهم. او ممكن تجيبي باكت من البشاميل الجاهز وتضيفيه على الحليب وتضيفيه، مش مشكلة. هنا ضفت معلقة كبيرة من الصلصة وهقلبها كويس. تمام. هنا بعد ما غليت معايا وبقت جاهزة، شايفة لونها حلو ازاي. هنزل بقى بالمكرونة بعد ما صفيتها وهقلبها كويس علشان تتشرب من الصوص كله. وهنا انا ضفت شوية من مية سلق المكرونة. كده يا جماعة المكرونة بتاعتنا بقت جاهزة، ممكن تغرفي وتاكليها على طول. كده المكرونة بتاعتنا خلصت وبقت جاهزة. حابة ان انت تضيفيها في طاجن زي ما انا هعمل كده وتحط عليها شوية من الجبن وتدخليها الفرن، مفيش مشكلة. حابة ان انت تاكليها زي ما انا كنت لسه موريها لك دلوقتي، مفيش مشكلة، حسب راحتك واللي انت عايزاه. هنا بقى معايا شوية من الجبنة الموتزاريلا
وضروري يا جماعه تكون الجبنه بدرجه حراره المطبخ، يعني ما تطلعوهاش مجمده وتحطوها على الوش عشان ما تحببش معاكم. هنا بقى كان معايا شرايح من الزيتون ضفتها زي ما انتوا شايفين كده على الوش. ممكن تحطي الزيتون على المكرونه قبل ما تحطيها في الطاجن، مفيش مشكله. طبعا الفرن انا مسخناه كويس، ضروري يا جماعه ما نشغلش الشوايه الاول، لا نسخن الفرن كويس، نخلي الجبن تسيح الاول وبعد كده نشغل الشوايه. هنا بعد ما طلعت معايا من الفرن عايزه اقولك ان هي ما خدتش وقت، لان كل حاجه معانا مستويه، احنا بس عايزين كنا نسيح الجبن ونديها لون. عايزه اقولك طعمها حلو قوي قوي قوي، طريقه سهله وسريعه وما خدتش معانا وقت، و10 دقايق كانت جاهزه معانا. تقدري بقى تعملي جنبها شويه سلطه. غدا سهل وسريع. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.